الثقة عند المرأة ليست حدثاً لحظياً، بل هي رحلة اختبار طويلة تمر عبر مواقف كثيرة، تفاصيل صغيرة، وكلمات تقال مرة ويعاد التأكد منها 1000 مرة. المرأة لا تمنح ثقتها لأنها خائفة من الخذلان فقط، بل لأن التجارب، الواقع، وطبيعة المشاعر عندها يجعلها تبحث عن الرجل الذي يشعرها بالأمان قبل الإعجاب، بالاحترام قبل الحب، بالثبات قبل الوعود. فالمرأة تستطيع أن تعجب بأي رجل، لكنها لا تثق إلا بمن يثبت لها أن قيمته تتجاوز الكلام. الرجل الذي تعرف أنها إن ضعفت لن يستغل ضعفها، وإن أخطأت لن يهينها، وإن احتاجت لن يخذلك. الثقة عندها ليست أن تقول أنا أثق بك، بل أن تشعر دون كلام أنه لا حاجة للقلق، ولا خوف من الخيانة، ولا مساحة للشك. والرجل الذي يفهم هذا يدرك أن كسب ثقة المرأة يبدأ من سلوكه قبل عباراته، من احترامه قبل رومانسيته، ومن صدقه حتى فيما يظنه بسيطا أو غير مهم. فالثقة ليست ما تقوله لها، بل كيف تجعلها تشعر وهي معك. هل تشعر بأنها آمنة، محترمة، مطمئنة، أم أنها في حالة ترقب مستمر خوفا من أن تجرح أو تخدع من جديد؟ 1. كن صادقا في أقوالك ووعودك. الصدق هو أول اختبار للثقة، وأكبر سبب لكسبها أو خسارتها. المرأة قد تتفهم إنك مش كامل، أو إنك أحيانا بتغلط، لكن الحاجة اللي صعب تسامح فيها هي الكذب، لأن الكذب عندها مش مجرد كلمة غلط، هو رسالة مباشرة بتقول لها أنا مش أمان، أنا مش جدير بثقتك. المرأة تلاحظ التفاصيل اللي يمكن الرجل يتجاهلها. هل وعدتها بحاجة ورجعت اتنصلت منها؟ هل قلت لها أنا هكلمك بكرة ومختفيت؟ هل قلت كلام جميل وقت المزاج الحلو، وبمجرد ما الوضع اتغير اتصرفت عكسه؟ الحاجات دي بالنسبة لك ممكن تبان بسيطة، لكنها عندها مؤشر مصداقية. ومش بس كده، المرأة أذكى مما تتخيل في كشف المراوغة. ساعات ما بتسألش لكنها عارفة، وساعات بتسكت بس مراقبة. ولما تبدأ تفقد الثقة، حتى لو فضلت في العلاقة، بتفضل نصف موجودة ونصف منسحبة داخليا. والصدق مش معناه إنك ما تغلطش، لا، الصدق يعني إنك تقول الحقيقة حتى لو كانت مش في صالحك، وإنك تعترف بأخطائك بدل ما تبررها بكلام فارغ، لأن الاعتراف بالخطأ عندها أقوى من 100 كلمة مزيفة تحاول تبرر بيها نفسك. قاعدة مهمة: لو مش ناوي تنفذ ما توعدش، ولو مش عارف تقول الحقيقة كاملة ما تقولش نص كذبة، لأن نص الكذبة كذبة كاملة. 2. اثبت لها بالأفعال قبل الكلام. الكلام دايما أسهل من التصرف. أي حد يقدر يقول أنا بحبك، أنا مهتم، أنت غالية عندي، لكن مش أي حد يقدر يثبت ده بالفعل. المرأة تسمع الكلام لكن تصدق الفعل، ولو حصل تعارض بين اللي بتقوله واللي بتعمله، هي بتصدق الفعل فورا حتى لو ما علقتش بكلمة. الفعل بالنسبة للمرأة مش شرط يكون شيء كبير، أحيانا حاجة بسيطة جدا تبني ثقة ضخمة، زي إنك توفي بوعدك مهما كان بسيط، إنك تحضر وقت ما وعدتها بالحضور، إنك تلاحظ تفاصيل في كلامها وتفتكرها بعد أيام، إنك تشيل عنها موقف أو مسؤولية من غير ما تطلب. الفعل مش رفاهية، هو دليل نيتك الحقيقية. الكلمات بتنبهر لحظياً، لكن الأفعال هي اللي بتبني إحساس الأمان المستمر. عشان كده المرأة تفضل الرجل اللي يفعل قليلاً لكنه ثابت، على رجل يتكلم كثيراً لكنه متقلب. مثال بسيط: لو قلت لها أنا موجود في حياتك وما ظهرتش يوم احتاجتك، الكلام يفقد قيمته. لكن لو ما قلتش الجملة دي أصلاً وكنت موجود،
هي نفسها هتقولها لك فيما بعد. 3. احترم حدودها ومساحتها. المرأة ما بتديش ثقتها للشخص اللي يضغط عليها أو يحاول يمتلكها، لكن بتديها للشخص اللي يفهم إن الحب الحقيقي ما فيهوش حصار، فيه مساحة واحترام وتقدير لإنها إنسانة لها حياة خاصة وقرارات مستقلة. الاحترام هنا مش مجرد تصرف لطيف، لكنه فهم عميق إنك مش صاحب حق على كل لحظة من وقتها ولا على كل تفصيلة من حياتها. لو حسيت إنك بتحاصرها بالسؤال أو إنك عايز تبقى موجود في كل مشهد من يومها، ده ما بيبانش اهتمام، ده بيبان سيطرة، والسيطرة بتهدي الثقة من أصلها. احترام المساحة شامل حاجات زي تحترم وقتها الخاص حتى لو مش معاك، تحترم قراراتها حتى لو مش 100% زي رأيك، ما تحاولش تعرف عنها كل حاجة لمجرد الإحساس بالامتلاك، ما تعتبش عليها دايما لو ما ردتش فورا أو ما كانتش متاحة. تعرف إن لها علاقات، طموحات، صداقات وحياة قبل ما تعرفك، ومش لازم تتلغي عشانك. المرأة تحب الرجل اللي يكون سند مش سجن، ولو حست إنك بتحترم مساحتها هتديك دخولا أعمق ليها بإرادتها مش بضغط. ساعتها هتفتح لك قلبها، أسرارها، أمانها النفسي، لأنها حست إنها مش محتاجة تحاربك عشان تحافظ على استقلالها. 4. كن مستمعا جيدا. المرأة لا تحتاج دائما إلى شخص يحل المشكلة. أحيانا كل ما تحتاجه هو شخص يسمعها بصدق. الاستماع مش إنك تنتظر الدور عشان ترد، ولا إنك تسمع نص الكلام وتفترض الباقي. الاستماع الحقيقي يعني إنك حاضر، مركز، وبتحاول تفهم مش بس اللي بتقوله، لكن كمان اللي بتحسه وهي بتتكلم. الاستماع اللي بيوصل الثقة مش مجرد همم صح، لكن فيه تفاصيل زي إنك تبص في عينها وهي بتحكي مش في تليفونك، إنك تسأل سؤال يبين إنك متابع مش مستعجل، إنك ما تقللش من مشاعرها وتقول أنت مكبرة الموضوع، إنك ما تقاطعهاش عشان تقول أنا فاهم، وخاصة قبل ما تكمل كلامها. إنك ما تحول موضوعها لموضوع عنك. لو فهمت مشاعرها كسبت عقلها، ولو احترمت مشاعرها كسبت قلبها. المرأة لما تلاقيك مستمع بجد بتحس إن وجودك مش وجود جسدي بس، وجود نفسي، وده أهم أنواع الوجود عندها، لأنها تقول في نفسها لو يقدر يسمعني إذن يقدر يفهمني، ولو يفهمني إذن أقدر أرتاح معاه. أهم خطأ يقع فيه الرجال إنه يعتقد إن دوره إنه يحل مشاعرها مش يسمعها. أحيانا هي مش زعلانة عشان تاخد حل، هي محتاجة حد يحس بيها. ملحوظة صغيرة، ساعات كلمة أنا مقدر إن ده تعبك بتبني ثقة أكثر من 20 نصيحة. 5. لا تقلل من مشاعرها أو تتهمها بالمبالغة. المرأة قد تغفر الخطأ، لكنها نادرا ما تنسى الشعور الذي أهينت فيه مشاعرها أو تم التقليل منها. عندما تفتح لك قلبها فهي لا تبحث عن محاكمة أو مقارنة، بل عن احتواء وفهم. لذلك أخطر ما يمكن أن تفعله هو أن ترد عليها بكلمات من نوع أنتِ بتكبري الموضوع، ليه متضخميش الأمور؟ أنتِ حساسة زيادة عن اللزوم، الموضوع مش مستاهل كل ده. مثل هذه الجمل لا تهدئها كما يظن البعض، بل تجعلها تشعر بأنك لا تفهمها أو أنك تراها ضعيفة أو متقلبة. ومع الوقت هذا الشعور يجعلها تتوقف عن مشاركتك مشاعرها، لأنك ببساطة جعلتها تشعر أن التعبير عن إحساسها خطأ أو ضعف أو شيء غير مرحب به. المرأة لا تريد رجلا يوافقها دائما، لكنها تريد رجلا يحترم مشاعرها حتى لو لم يفهمها بالكامل. أن تقول لها أنا مش فاهم كل اللي حساه، بس واضح إنه مهم بالنسبة لك. هذا أقوى 1000 مرة من محاولة إقناعها
أنها تبالغ. وعندما تشعر بأن مشاعرها معتبرة، تبدأ في الوثوق بك على مستوى أعمق، ليس فقط كشريك، بل كملاذ نفسي يمكنها العودة إليه دون خوف من الاستهزاء أو التقليل. القاعدة هنا بسيطة: عندما تشك إن كانت تبالغ أم لا، تعامل مع مشاعرها كشيء حقيقي مهما بدا لك مختلفاً، لأن الموقف قد ينتهي، لكن الشعور الذي سببته لها يبقى. 6. كن ثابتاً في شخصيتك وتصرفاتك. الثبات لا يعني أن تكون مثالياً أو بلا أخطاء، لكنه يعني أن تكون واضحاً ومفهوماً في ردود أفعالك، مشاعرك، وقراراتك. المرأة لا تخاف من العيوب بقدر ما تخاف من التقلب. التقلب يجعلها دائما في حالة حذر، لأنها لا تعرف أي نسخة منك ستظهر اليوم: النسخة الحنونة أم الباردة؟ المهتم أم اللامبالي؟ الصبور أم المنفعل؟ عندما تكون ثابتا، أنت تخلق لها بيئة نفسية مستقرة، وهذا أهم من أي كلام جميل. هي تريد أن تعرف أنك لست لطيفا يوما لأنك في مزاج جيد، ثم متغيرا في اليوم التالي دون سبب. تريد أن تطمئن أنك لا تقول كلاما في الليل وتتصرف بعكسه في الصباح. عدم الثبات يجعل العلاقة مجهدة، لأن المرأة تبدأ في تحليل كل حركة وكلمة لتفهم إيه اللي تغير، فتتحول العلاقة من شعور بالأمان إلى حالة من الترقب. ومع الوقت، بدل ما تكون مصدر الراحة، تصبح مصدر توتر. الثبات يشمل ثبات في ردود فعلك، لا تتحول من هادئ لانفجار دون مبرر. ثبات في اهتمامك، لا تحب بقوة في يوم وتتجاهل في يوم. ثبات في احترامك، لا تحترمها في حضور الناس وتجرحها في الخفاء. ثبات في مبادئك، لا تغير رأيك حسب مصلحتك أو مزاجك. المرأة لا تطلب منك أن تكون مدهشا دائما، بل أن تكون واضحا دائما، أن تعرف هي ما تنتظره منك، لا أن تعيش في قلق من المفاجآت السلبية. 7. اهتم بما تهتم به هي، وليس بما يعجبك أنت فقط. الاهتمام الحقيقي ليس أن تحب ما تحبه المرأة، بل أن تحترم وتقدر ما تحبه، حتى لو لم يكن جزءا من عالمك. المرأة لا تبحث عن رجل يشبهها في كل شيء، لكنها تبحث عن رجل لا يقلل من اهتماماتها، ولا يتعامل معها على أنها تفاهات أو حاجات بنات. لما تحب شيء هي مهتمة به، حتى لو من بعيد، فهي تشعر أنك تهتم بها هي شخصيا، مش بمجرد دورها في حياتك. يعني مثلا، لو بتحب القراءة، اسألها بتقرأ إيه، مش لازم تقرأ معاها، بس اعرف ليه بتحب النوع ده. لو بتحب رياضة معينة، شاركها حماسها، حتى لو انت مش من النوع الرياضي. لو بتحب تتكلم عن موضوع يخص شغلها أو حلمها، اسمع منها، مش لأنك فاهم التفاصيل، لكن لأنها محتاجة تحس إنك شايفها، مش بس كأنثى، لكن كإنسانة عندها عقل وطموح. الاهتمام مش معناه إنك تغير نفسك، ولا إنك تمثل علشان ترضيها، لكن إنك تبذل مجهود صغير عشان تقول لها بشكل غير مباشر: اهتمامك مش أقل أهمية من اهتمامي، وعلمك مش أقل قيمة من عالمي. المرأة تشعر بقيمتها لما تلاقيك مهتم بحاجات هي بتحبها، حتى لو مش بتفيدك بشيء، لأن ده معناها إنك مش بتتواصل مع اللي يعجبك فقط، وإنما مع هي شخصيا، بتفاصيلها، باختلافاتها، بشغفها. أما الرجل اللي ينتظر منها إنها تهتم بعالمه فقط ويبقى بارد تجاه عالمها، فهو في الحقيقة لا يريد شريكة، بل متفرغة له فقط، وده النوع اللي ما تكملش معه ثقة ولا علاقة ناضجة. 8. لا تستخدم أسرارها أو نقاط ضعفها ضدها. واحدة من أسرع الطرق لهدم ثقة المرأة هي تحويل ما قالته لك في لحظة صدق إلى سلاح تستخدمه ضدها فيما بعد.
المرأة لا تفتح قلبها بسهولة، ولما تفعل ذلك فهي تفعل لأنها شعرت بالأمان معك، لا لأنها أرادت أن تمنحك أوراق قوة. عشان كده لو يوما ما استعملت مشاعرها، ماضيها، غلطتها، أو سر قلته لك أيام ما كانت مريحة، ورددت به عليها وقت خلاف أو غضب، فاعرف إنك مش بس كسرت ثقتها، لكن كسرت الصورة اللي كانت شايفاها بيك. المرأة يمكن تتعامل مع الغضب، تتفاهم مع الاختلاف، وتسامح على الخطأ، لكنها لا تنسى اللحظة اللي حولت فيها أنت بيدك مكان الأمان إلى مكان تهديد. أخطر أنواع الأذى ليس الجرح بالكلمات، بل الجرح باستخدام كلماتها هي، لأنها تشعر وقتها أنها أخطأت حين صدقتك، وأنها أخطأت حين شاركتك، وأنك لم تكن أهلا لثقتها من الأساس. والأمان العاطفي بين الرجل والمرأة لا يبنى على الحب فقط، بل على يقين داخلي عندها بأنك لن تؤذيها يوما بشيء قالته لك وهي مطمئنة. أسرارها أمانة، وجروحها أمانة، وماضيها أمانة، وما تشاركه معك ليس حقا لك، بل ثقة معطاة لك، ويمكن تسحب إلى الأبد بمجرد إساءة واحدة. بمجرد أن تشعر المرأة أن كلامها يمكن أن يتحول ضدها في أي لحظة، ستتوقف عن الكلام، وتوقفها عن الكلام هو بداية اختفائها النفسي من العلاقة حتى لو جسدها ما زال موجوداً. 9. عاملها بخصوصية واحترام أمام الآخرين. المرأة لا تحتاج إلى معاملة استثنائية في السر فقط، لكنها تريد أن ترى أن احترامك لها ثابت، سواء كنت معها وحدكم أو أمام الناس. كثير من الرجال يتعاملون بلطف داخل العلاقة، لكنهم يسحبون هذا اللطف في وجود الآخرين، كأن احترام المرأة يتوقف عند حدود الغياب. الاحترام أمام الآخرين لا يعني مثالية أو مبالغة، بل أبسط تصرفات مثل ألا تسخر منها أو تقلل منها أمام شخص آخر حتى لو للمزاح، ألا تفضحوا ما دار بينكم من خلافات أو أسرار أمام أحد، ألا ترفع صوتك عليها في وجود ناس فقط لإثبات قوة أو رجولة زائفة، ألا تتجاهلها في وجود الآخرين لتبدو مش متعلق أو بارد. المرأة لا تريدك أن تمدحها أمام الجميع دائما، لكنها تريد أن تشعر أنك لا تهينها أبدا. أخطر ما يفقد المرأة ثقتها هو أن تكون في علاقة مع شخص يمنحها محبة في الخفاء، وإحراجا أو إهمالا في العلن. والأهم من ذلك، طريقة حديثك عنها في غيابها أهم عندها من طريقة حديثك معها في حضورها، لأنها تعرف أن من يحترمها بصدق يحافظ على صورتها في كل مكان، حتى عند غيابها، وحتى في وقت الغضب. تذكر، الرجل الذي يجعل المرأة تشعر بالفخر أمام الناس هو الرجل الذي تكبر مكانته داخلها. أما الرجل الذي يجعلها تشعر أنه يخجل منها أو يتعامل معها كشيء قابل للإخفاء، فهو الرجل الذي تبدأ معه الثقة في الانهيار الهادئ.